عقبالك يا رؤوف، ربنا يديك الصحة وطول العمر. يا زوز ده انت حبيبي. شريف قريب رؤوف. اهلا وسهلا. الف مبروك. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. يلا بقى يا عزيز عشان نتصور مع تامر وسام. يلا يلا، ما تيجوا يا جماعة، يلا. ألف مبروك يا عم تامر. الله يبارك ما فيك. تزعلهاش بقى، ها؟ ما تقدمنيش إن أنا جوزتك أختي. انا عمري قصرت رقبتك في حاجه؟ لا في الشغل لا. خلاص امال قاعد بترغي ليه بقى وموترنا؟ خليك في ما حالك. تسكتوا بقى خلونا نتصور. يلا يلا. عزيز هو كان بيقول لك تصدقي ليلة فرح وبيسألني على تليفون الرقاصة. ايه انت اي حاجه بتصدقيها؟ والله ما حصل. ايه يا عزيز، عايز تخرب بيت اختك يوم فرحها؟ معلش خليها يوم تاني. ما تقلقش يا حبيبي انا عارفه مقالب عزيز. برافو عليك يا سامي. خلاص ربنا يهني سعيد بسعيدة. مساء الخير عليكم جميعا. طبعا زي ما انتم عارفين انا مش بشتغل غير في الفنادق بس انا جيت الفرح النهارده ده مخصوص علشان مستر عزيز، وتحيه كبيره لمستر عزيز. السلام عليكم. طبعا هي مش جايه لنا مخصوص ولا حاجه، هي جايه عشان خاطر رؤوف صاحبي وحبيبي وصديق عمري. تحيه كبيره قوي رؤوف. حبيبي يا رؤوف حبيبي. وعشان ما حدش يزعل يعني انا عايز احيي كل الناس اللي جت النهارده عشان تجاملني في فرح اختي ساميه، اختي وحبيبتي اللي وقفت جنبي من وانا صغير لحد لما بقيت عزيز اللي انتوا شايفينه، لحد بقى لما سلمتني لفريده حبيبتي ومراتي. فريدة اللي وقفت جنبي واللي لو بإيدي أنا أديها جايزة أحسن زوجة في العالم. عشان كده أنا بقول قدامكم أهو تشهدوا، ها كلكم أنا بحبك يا فريدة، بحبك. أنا بشكركم جدا وألف ألف شكر وألف مبروك عقبالكم. إيه الروج ده يا سونيا؟ يوه. حد قال لك تيجي جنبي؟ وبعدين إيه موضوع ما بتنزليش أفراح ده؟ انت شفتني قبل كده في افراح؟ أمال أنا علقتك منين يا واطية؟ ايه علقتك دي؟ يا سلام زعلتك أو علقتك؟ بلاش. شقطتك حلاوته. ماجدة ايه خضتيني؟ ما تعرفيش عزيز فين؟ هتلاقيه هنا ولا هنا؟ اقول لك اكيد بيعمل تليفون. هو ايه اللي عزيز فين؟ هو انا كنت سكرتيره في الشغل وكمان في الافراح؟ فصلتني من المود. يوسف انت مبهدل نفسك كده ليه؟ خليك جنبي هنا. لا انا رايحه لبابا. عزيز إيه يا يوسف؟ ينفع كده يا عزيز؟ كنت فين؟ جات لي مكالمة تليفون شغل مهم قوي، قلت اتكلم بعيد الدنيا دوشة. حتى في الفرح شغل؟ خليك معانا شويه. جرام يوسف انا لسه مصياتك قدام الناس. ايه ام يوسف ومصياتك دي؟ ارحمني. مالك في ايه؟ الفرح ده زفت. ليه بس؟ ده فرح عمتك. ماما مش عايزاني العب. انت يعني لازم تلعب قدامها، العب من وراها ما تخليهاش تشوفك. شايف الموزه اللي هناك دي؟ روح العب معاها، اللعب مع البنات احلى. شايف كده؟ وابو كده كمان، وبعد لما تخلص تجيلي اظبط لك هدومك واسلمك لامك نظيف، ماشي؟ ماشي معاك. ماشي. واضح ان المكالمه كانت لوكال قوي. لوكال بس من شبكه محترمه. وبعدين ماله اللوكال؟ اثبت بس. عسل. ما تنساش يا شوقي الاكل يبقى عندهم بدري. ما توصينيش يا باشا على صبحيه عريس. عاوز حاجه تشرف. هظبطه يا باشا، كابوريا وجمبري واستاكوزا وبطارخ. انتوا كده هتظبطوا، انتوا كده هتفجروا. ايوه فكرني.
حليم على الصبح. في ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص يا عمتي بقى. في ايه؟ تعالى شوف المصيبة اللي اختك وقعت فيها يا عزيز. ده في مصايب بتحصل الساعة 6 الصبح. خلاص يا سامي ما تعمليش في نفسك كده. فهميني ايه اللي حصل؟ قسما بالله لو كان مد ايده عليك لكنت دفنه النهارده. الحمد لله ربنا كشفه من اول يوم، لا من اول ليله. ربنا بيحبني يا عزيز. كشفوا من اول ليله؟ انت ايه اللي حصل؟ مش قادره اقول، مش قادره. كنتش طلع قله؟ عزيز بابي يعني ايه قلة؟ بس يا ولد اطلع يلا على اوضتك. يوه. اتكلمي بقى يا سامية، ايه اللي حصل؟ مش هقدر انطقها، مش هقدر. طب يا حبيبتي لو مكسوفه قولي لي في ودني. تعالي تعالي. ايه يا عزيز؟ ايه؟ بس وهو في اكتر من كده؟ ايه بقى؟ ايه؟ مش هتصدقي. ها؟ اقول لك ايه بس الواد كان بيحاول. ما تنطقهاش. ما انطقش. يلا احرقك ده انت هربتي دمي. ما تتكلموا بقى، ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجه يا ستي، ما حصلش حاجه. الواد كان عايز يتجوز. ايه؟ ده كان عايز يغتصبني. الله يخرب بيتك يا تامر، ده انا فكرته عمل بلوه. هو في بلوى اكتر من كده؟ الله، امال انت متجوزاه ليه؟ يقوم يشدني ويمسكني بالعافيه. اهدي يا سامية اهدي، كام داون. عزيز ما تكلم تامر تشوف ايه اللي حصل. يلا يا حبيبتي يلا عشان ترجعي بيتك. لا مش راجعاله مش راجعاله. عزيز ده طلع بيشرب خمره. خمره؟ ايوه، ومش بعيد بقى بعد يومين 3 نكتشف انه بيضرب حقن. لا لا، وعلى ايه؟ اطلعي انت على اوضتك وانا هحل الموضوع ده. تعالي معايا. تعالي. في ايه حضرتك؟ ها في ايه؟ اتبطي يا مجدي على الصبح، هغير وانزل لك. عادي شويه وهيكر هيفرورد. اوبس، تقوم تسيب له البيت في الصباحيه يا مستر عزيز؟ هي البت دي طول عمرها كده خيبه ومقفله. لا لا لا، الموضوع ملوش اي علاقه بانها خيبه ومقفله. واضح كده في مشكله عند مستر تامر ده نفسه. مشكله ايه؟ ظاهر كده انه هجم بغشوميه. ايوه يا فندم، تلاقيه مش عارف. مش عارف ايه؟ مش عارف انا ايه اللي دخلني في الموضوع ده. العربيه يا حمار راح فين؟ لا مؤاخذه يا باشا. ايه يا ست هانم، هو الموضوع بقى بابليك ولا ايه؟ ولا بابليك ولا اي حاجه يا فندم. اكيد ما فطرتش صح؟ البلوبيف اللي بتحبه بالبيض وبالسمنه اللوكا. طب اتبطي. يلا يا عم عشان نلحق نقول للجنايني. اتفضل يا باشا اتفضل. ما يوم اسود. كل اللي بيحصل ده مفيش منه فايدة بالصلاة على النبي. خطة تطوير المصنع هتتنفذ يعني هتتنفذ. كل العمال اللي نزل أساميهم في الكشف الأسبوع اللي فات يتفضلوا بقى يقدموا طلبات المعاش المبكر. معاش مبكر ايه يا حبيبتي اللي جايه تتكلمي عليه؟ فوقيا بتاعت المعاش انت. احنا لسه نعفتنا مش محتاجين معاش. هو ده السيستم عشان تكونوا عارفين. اللي هيقدم الطلب النهارده هياخد مكافأة نهاية الخدمة 17,000 جنيه. يعني بعد 30 سنة خدمة تبقى هي دي اخرتها؟ دول ما يجيبوش طاقتك يا جدعان. احنا مش عايزين ننشكوا حاجه. خليكم فاكرين انكم خسرتوا القضية اللي رفعتوها على مستر عزيز. يعني هو ممكن يبعت لكم الجوابات ويخترقوا بقرار الإحالة للمعاش وكمان يحط لكم الفلوس في المحكمة. سيبوني عليها اوعوا. حسن بسناني وانا اشعبي. لك يوم يا ظالم. إلهي تولعوا بجاز يا بعدة. يا جماعة أنا مش عايزكم تقلقوا. كل الكلام اللي قالته ماجدة ده أكنكم ما سمعتوهوش. مفيش حاجة من اللي قالته ده هتحصل. لا 17 ولا 15. هم 10,000 جنيه أول على الآخر. اللي أنت بتقوله ده يا مستر عزيز. مستر عزيز إحنا كده هنتفرم. بصوا بقى إذا كان على الزعيق والفتوانة فأنا أصلا من عابدين. يعني مش عشان لبست بدلة وجرافطة بقيت مستر، لا ده أنا جايبها من تحت أوي. يعني الشويتين بتوعكوا دول مش هياكلوا معايا ولا هيقتوني. اقفشوا القرشين عشان ما نقضيهاش محاكم. يلا هنا
نشتغل بقى في المسرح شويه. اسمع انت مش شايف اللي بيحصل؟ ولا يقدروا يعملوا حاجه، السكيورتي دول عمليات خاصه. احنا لو كنا فضلنا شويه كمان كانوا هيفرمطونا. يا ماجدة ما يبقاش قلبك خفيف كده. لا يا مستر عزيز، بس الناس دول مش طبيعيين خالص، دول بلطجيه دول ولا ايه؟ الناس دول غلابه يا انسه مجدي، ومش عارفين هيروحوا فين بعد ما يمشوا من المصنع. ولما البني ادم بيبقى ظهره للحيط كده بيقولوا يلا بقى وزي ما ترسم. ريح يا دول بيعملوا كده عشان يزودوا المكافأة. أنا عارف طمع الفقراء. سوق مصلحة ولا مروحة؟ تشرب يا مستر عزيز؟ استني بس يا ماجدة ما تقطعيش عيشنا. حاجه لله. إيه يا جدع أنت؟ امشي امشي. حاجه لله عشان ربنا يديلك بدل ما يديلك. مش محتاجة دعوتك، مزهزهة والحمد لله. ربنا يحسن ختامك. الفاتحه بقى. أنت هتفول عليا يا جدع أنت. أديك طيرت المصلحة وأديك طيرت. أنت خارجة ولا إيه؟ سارة جوزها في ميلانو وبنروح كلنا نسليها. بيعمل إيه في ميلانو؟ ما انت عارف يعني اكيد زي كل مرة بيخونها. يا ساتر يا رب، بيخونها؟ هو مش يحمد ربنا بقى على النعمة اللي معاه؟ أنا مش فاهمه بصراحة. واطي. واطي جدا. بصيت على يوسف صحيح؟ ليه هو في حاجة تستاهل بص؟ هو لازم يعني يكون في حاجة عشان تبص على ابنك؟ يا سلام، طب ما أنت خارجة وسايباه أهو. أنا معاه طول النهار، هو بيسأل عليك أنت، بص عليه يا أخي for a change يعني. خلاص هبقى أبص عليه وأنا خارج. for a change for أنت رايح فين؟ شغل. مشروع كبير قوي مع رؤوف، مشروع تسمين الإناث. كلمت تامر صحيح؟ كلمته واحتمال أشوفه كمان شوية. سامية كويسة؟ ما خرجتش من اوضتها من الصبح، ابقى بص عليها برضو. حاضر هبقى أبص عليها. for a change for a change. معاك لغة تبقى ملك. رايح فين؟ أرزاق؟ أمال عامل نايم ليه؟ كنت بشوفك هتعمل ايه؟ أنت بتشتغلني بقى. هو يعني بيهمك؟ ما انت كنت ماشي. بردون يا سيدي، أنا عارف إن أنا مقصر معاك، بس أنا عندي شغل. وامتى هتجيب لي البيتش باجي؟ بكرة يكون عندك، بس إيه المناسبة يعني؟ عشان تحس ان انت مش مقصر معايا. مؤثر معايا والله. اه والله مفيش اب يعمل مع ابنه كده. بذمتك انت بقالك قد ايه مخرجتش معايا ولا لعبت معايا؟ الكلام ده مش كلامك. لا ده كلام ماما، وهي بتقولهولي بحفظه وأقولهولك. انت عارف الكلام ده معناته ايه؟ معناته ايه؟ معناته ان بسبب امك وكلامها وفي الاوضه دي انا هموتك من الضحك. مش هرحمك. قول حرمت. قول حرمت. قول حرمت. حرمت. كلام امك تاني؟ ها؟ قول لا. قول لا. الله يرحمك يا بابي. ادخل. انت لسه قاعده يا ساميه؟ ما تقومي يا بنت الناس بكتفك ده تروحي لجوزك. عزيز انا غلطت غلطه كبيره قوي، ما كانش لازم اسيب له البيت واجي على هنا. اهو ده الكلام. انا كان لازم اسيب له البيت واطلع على القسم، اعمل له محضر تحرش واجيب له 2 امنا يرموه في التخشيبه، بعدين باجي على هنا براحتي. هو انت ما حضرتيش الفرح ولا كنت مسافره ولا حكايتك ايه؟ ده جوزك. جوزك الله، يعني هو يعني عشان جوزي يعني يحق له يمد ايده في اي حته؟ ايوه يا اختي، يحق له يمد ايده في اي حته. وبعدين ده بيشرب خمره. دي مش خمره، دي شمبانيا. وانت عرفك؟ عشان هما في ليله الدخله بيشربوا شمبانيا مش خمره. يا سلام، والله ده كان هيبقى محضر زي الفل، سكر وتحرش، يعني محبوس محبوس. لا حول ولا قوه الا بالله، انت فورت دمي. ايه؟ استنى استنى استنى. ايوه خدي، ده انت لو مراتي كنت سفلتي. اوكي يا عزيز، ماشي اهرب مني، بس انا بقى عارفه انك هتقابله دلوقتي، فهمه انه لو مش هيطلق في حاجه اسمها خلع. ايه يا عم تامر؟ معقوله تبقى شغال معايا وغشيم؟ دراعي اليمين في الشركه غشيم؟ حد يهجم على عروسته كده في ليله الدخله؟ او اللي حصل بقى، اصل انا اول مره اتحط في الموقف ده. ايه؟ اول مره؟ يا نهار اسود، يعني انت عمرك ما لمست ست؟ يا دي المصيبه. بقول لك ايه يا عم تامر، انا زي اخوك، خد ودي معايا في الكلام كده عشان اقدر اساعدك. ايه اللي حصل؟
بص يا عزيز، الموضوع بصراحه بس ايه؟ بس بصراحه طالما قلت بصراحه تبقى نيلت الدنيا. امال فين يا ابني الملعبه والمدعبه والكلمتين الحلوين؟ والله العظيم حصل، بس بعد الكلمتين جيت انقض عليها لقيتها قلبت مره واحده. تنقض ايه؟ قض كده. تنقض ايه؟ وبعدين يعني هم مش كلمتين بالعدد، في واحده بتحتاج كلمتين عشان تلين، في واحده مظبوطه على 10 كلمات. وانا مش عرفني بقى اختك مظبوطه على كام؟ ده كله كوم، ولما لقيتني بفتح الشمبانيا كوم تاني. اوعى تكون قلت لها ان انا اللي اديتها لك. هو انا لحقت اقول حاجه؟ طب بص بقى يا تمور، بما ان حكايه ساميه دي هتطول كام يوم، انا عايزك تسيب لي نفسك خالص. هتعمل ايه؟ اعالجك طبعا، واوضبك واروقك. خد شيل دي وتعالى ورايا. يلا. هيوضبني. يا عزيز قول لي بس احنا رايحين فين؟ قلت لك اجتماع شغل. شغل ايه الكاجوال ده؟ كل شغله له هيئته يا استاذ سامي. انت لسه شفت كاجوال؟ اتفضل اتفضل. محمود ازيك؟ عاش يا رؤوف. ايه اللي جاب تامر؟ مش لسه بدري عليه على الاجتماعات دي؟ معلش يا جدع، الراجل عنده ظروف. يا ساتر يا ساتر، ايه ده؟ الراجل ده بجد ولا جرافيك؟ ده تهجيد. ايه يا عم رؤوف؟ ده صحتك انت على الاجهزه دي. ما انا لو ما عملتش كده هكرش نبقى زي الموظفين. والله عنده حق. المهم الاجتماع ابتدى. كله تحت السيطره ما تقلقوش. يلا بينا يلا. لا انا هسيبكم انتوا تشوفوا شغلكم، انا هروح. لا وربنا ما ينفع، طالما جيت هنا لازم تشوف الشغل معانا. انا اصلي بنام بدري. هو ده الشغل؟ ايه رايك؟ لا ده انتوا شغلكم صعب، انا هروح انا. لا استنى بقى. والنبي سيبني اروح. تموره بص حبيبي، انا عايزك تاخدني مثل اعلى ليك. في البيت مثال للشرف والاستقامه، وبره البيت مليطه. لا يا عزيز لا، ده تسيب. تسيب؟ لا يا حبيبي، دي سبهلله. عارف يا مناسب، الدنيا دي لازم ناخد منها كل حاجه، حتى لو مش هنسيب حاجه لغيرنا. صحتك. شفت يا زوز؟ ده النسوان عايزه تروح. يروحوا؟ هو اللي يخش بيت الاسد يطلع منه قبل ما يتاكل يا بيت؟ ما انا قلت لهم كده برضه. طبعا. هلو زوزو. هلو يا قلبي زوزو. ايه ده؟ مش الانسه اللي كانت بترقص الفرح امبارح؟ الله، ما انت مركز مع الموزز اهو، امال عامل فيها خبال ليه يالا؟ اخصى عليك، فرحوا امبارح وتجيبوا النهارده. الله، عشان تعرفي ان احنا عنب الحله. بقول لكم ايه، انا عايزكم تتعرفوا عليه واحده واحده وبالتفصيل الممل. اسمع، ايه رايك تبتدي بالسامسون ده الاول؟ مش هبدا بحاجه يا جدع. لا اصل انا لا عزيز. بالسلامه. عزيز بقول لك ايه يا زوز؟ مش كتير عليه قوي الكلام ده. لا هو في الاول بس. عزيز اهو ابتدى يتعرف. طمن عليه. لا تطمن عليه. ايه حملاتك دي؟ وبعدين غطي صدرك، ده طلع ايده طويله. سجاير وخمره. باي باي يا زوزو. ده مفيش بوسه قبل ما تمشي. بوسه حلاوتك يا تايجر. انا بشكرك قوي قوي على الليله اللطيفه دي.
اهم حاجه بس اوعى تفتح بقك وتعصفر علينا. انا عمري ما اعمل كده ابدا ابدا يا عزيز. انا بنبه بس. عزيز انا بحبك قوي. ارجع دوش الكلام. لا بجد عيب يا جدع انت حبيبي. عزيز اثبت. يوه مشي لك شاوي. ليه بس كده؟ ما كانش ليك في السكه دي ابدا يا استاذ تامر. انت مين؟ انت شوقي؟ ايوه انا شوقي. شوقي انت بتحبني؟ طبعا بحبك يا استاذ تامر. طب هات انت بص. عزيز مين ده؟ عزيز بابا هو انت مش الله يرحمك ولا رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش في كلامي ولا حاجه. وبعدين انت منور كده ليه؟ اوعى تقولي انك دخلت الجنه. مستخسر الجنه في ابوك يا عزيز؟ لا 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 مش القصد، بس انت يعني كنت مقضيها بالطول والعرض. هتخش الجنه ازاي؟ دفعت يا هلا هو في حاجات من دي هنا؟ كل الحكايه ان انا تبت على اخر لحظه وبطلت كل حاجه ورحت لكل اللي غلطت فيهم وطلبت منهم يسامحوني. ها؟ ومالك كده محلو وسهران مع انك لا مؤاخذه يعني ميت عجوز عن كده؟ ما احنا هنا بقى بنبقى في السن والشكل اللي يعجبني. ماشي يا سيدي، وايه اللي جابك دلوقتي؟ انا ما جيتش من نفسي، انت اللي جبتني. وعاوز ايه؟ يوه تعالى معايا يا ابني، تعالى. اجي معاك فين؟ تيجي معايا فوق بدل العيشه الزفت اللي انت عايشها دي. لا 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 مش عايز اطلع انا. ما تعصلكش ما تعصلكش. طب اطلع انت وانا هحصلك. يا ولا يا ولا انت طلعت درجتين وهم كلهم 30 درجه. يلا. لا مش جاي. لا هتيجي. لا قلت لك هتيجي. أعوذ بالله أعوذ بالله، إيه الأبهات دي؟ في ايه يا عزيز مالك؟ كابوس كابوس فظيع. اكيد من ضغط الشغل، وبعدين انت راجع متاخر قوي امبارح. الشغل كان كتير، الضغط كان زايد قوي عليا. إيه تاني؟ الانسه ماجده وصلت تحت يا عزيز باشا. طب قوم بقى انزل لهم عشان انا عايزه انام. استني، رايحة فين؟ خليكي هناك، الحتة دي بأنها مضروبة. في أبهات كده. هي طبعا حاجة مش كويسة إن الواحد يحلم بحد ميت وكمان يقول له تعالى وكمان أبوه. جرايه يا ماجدة، أنت بتظبطها لي؟ أبدا والله يا فندم، المهم حضرتك لما شدك من إيدك رحت معاه؟ لا طبعا، بقول لك كنت نايم. في الحلم يعني رحت معاه؟ لا طلعت معاه كده قيمة درجتين وبعدين رفضت. طب الحمد لله، يبقى كده مفيش مشكلة. الحكاية وما فيها إن حضرتك كنت وحش السيد الولد ونفسه يشوفه. بس سوري يا مستر عزيز، هو يتمنى اللي هو عايزه واحنا نعمل اللي احنا عاوزينه. ازاي بس؟ ولا الحاجات دي فيها ركوب دماغ يا ماجدة؟ مش ركوب دماغ ولا حاجة يا فندم، بس أصل موضوع الأحلام ده لازم يبقى له علامات وإشارات في الواقع. يعني أنا مثلا مرة حلمت إن أنا وقعت في بلاعة. وحصل لك إشارة تاني يوم؟ اتوظفت عند حضرتك. كده وضحت.
وضحت. الحلم لوحده مش كفايه، لازم اشاره. طب يلا بينا بقى عشان ما نتاخرش. انا رتبت خط سير النهارده. الاول هنطلع على المكتب وبعدين مصنع 6 اكتوبر. ماشي. الله يبارك لك يا مجد، ريحتي قلبي. ميرسي قوي يا فندم. بس بالنسبه لموضوع البلاعه، مخصوم منك شهر يا واطيه. اتفقي قدامي. حاضر. ايه ده؟ ايه دي حادثه ساعات. حادثه؟ ايه اللي عكر العربيه كده؟ ايه ده؟ اتقلبت ازاي دي؟ والله ما حد عارف. ده حتى الشارع ما ينفعش حد يجري فيه عشان تحصل فيه حادثه بالطريقه دي. ربنا يستر على اللي كان جواها، ده لو عاش، لو بقى عاش يبقى انكتب له عمر جديد. اتعظوا يا اخوان، اتعظوا، دي رسايل من عند ربنا، آية من عنده، آية، واحمدوا ربنا إن انتوا براها ومش جواه. قصدك ايه يا جدع انت؟ قصدي أقول لك إن المكتوب مفيش منه هروب، إحنا في الدنيا دي زي اللي طالعين سلم، جايين من حتة ورايحين حتة ولازم نوصل لها، لا نوصل لها بإذنه، بإذنك أنت يا رب، يا حي يا حي يا حي، بإذنه هو، كله بإذنه، يلا بإذنه. عزيز باشا، عزيز باشا، بتاع السلفة مش كده؟ ايوه حضرتك. بتنده عليا وتوقفني عشان تفكرني. نايس قوي. ورايا على المكتب. تفتكر بذكائك ومفهوميتك لو ما خدتش السلفة مراتك هتولد ولا هتأجل الولادة؟ لا حضرتك هتولد. طب ولو خدت السلفة ده ممكن مثلا يخليها تجيب توأم؟ معرفش. ها لا يا باشا. حلو قوي. يعني بالسلفة هتولد ومن غير السلفة هتولد برضك. ايه بقى أهمية السلفة في الموضوع؟ المصاريف، مصاريف المستشفى يا باشا. يا سلام. وهو انت يعني لو ما وديتهاش مستشفى مش هتولد؟ هتفضل هسألك على نفسها كده ولا ايه؟ لا يا باشا لا، هتولد ولو مش حامل هتولد. الله، ده استيابت بقى. لا يا فندم انا في الحسابات. وكمان ما بتفهمش لغات، ما حد يقول له حاجه يا جدعان. ده ايه الغباوه دي؟ يا حبيبي. ايه؟ رؤوف مات؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده كان سهران معاه امبارح. السلام. هو مستر رؤوف اتسلك؟ ايوه ايوه. وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. قال الله. شكر الله سعيكم. ورؤوف كان عينه مخبي ولا ايه الحكايه بالظبط؟ ابدا، ولا كان عيال ولا كان بيشتكي من اي حاجه خالص، صدقني. يا عيني، ده تلاقيه لما مات اتفاجئ زينا بالظبط. ده كان لسه معايا امبارح. وكان زي الطور، والله العظيم كان زي الطور. عمره بقى اتناتف كده. عارف حضرتك وحضرتك كمان، احنا كنا في العيله بنضرب بيه المثل، ما كانش بيحط السيجاره في بقه ولا كوبايه القهوه كان بيشربها خالص. عارف. امال جيم وعضلات ونفخ، لا حول الله يا رب. ده كان عليه صحه، كان عليه صحه. يبقى اكيد مات من الحسد. بيقول لك مات وهو نايم، في حد بيتحسد وهو نايم؟ الغريبه حضرتك ان ابوه بقاله شهر بيجيله في الحلم. فندم. ايوه، وكان كل يوم بيفسحه. دي تلاقي بقى دي الاشارات عشان ميعاده جه. ايوه بس رؤوف ما جابليش سيره الحوار ده قبل كده. ما هو ما كانش مدي اخوانا برضه. طب ابوه بقى لما كان بيجيله كان بيمدله ايده ويقول له تعالى؟ مظبوط كده. وطبعا بيبقى لابس ابيض في ابيض. بيتهيألي كده حضرتك. الله اكبر. انت كنت معاهم في الحلم. دلوقتي رؤوف راح معاه، تفتكر بقى لو ما كانش راح معاه كان مات برضه؟ يا فندم بقول لك ايه، هو انت عندك مكنه تانية غير بتاعه رؤوف؟ في تراب الغفير. سلام عليكم. حلوه تراب الغفير دي؟ نعم. شد حيلك.
اقعدوا. يا فندم السواق بتاع رؤوف بيه الله يرحمه قال لي ان رؤوف بيه قاعد يحلم بابوه شهر بحاله، انما سعادتك حلمت بيه امبارح بس، يعني بكتير وممكن يجي لك شويه انفلونزا، وبعدين كلنا بنحلم بالميتين، حصل لنا ايه بقى؟ ايوه يا شوقي، بس ده قالوا تعالى وخدوا يفسحوا. افتكر بس يا باشا تكون سعادتك تقلت في العشاء شويه. ما الواحد لما بيتقل في العشاء ممكن يحلم بكوابيس. صح، انا امبارح فعلا تقلت في العشاء. وكمان ممكن تكون ما اتغطيتش كويس وانت نايم. تصدق انا امبارح فعلا ما اتغطيتش وانا نايم. طيب يعني متقل في العشاء وما اتغطيتش كويس وانت نايم، ده انت تحمد ربنا انك خرجت من الحلم سليم. يا سلام يا سلام يا شوقي، ريحت قلبي، الله يبارك لك. انزل يا حيوان، انزل يا حيوان، هتحكي معايا. حياتك بقى يا بابي. حياتك بقى يقصد ايه الواد ده؟ يقصد يقول لسعادتك البقيه في حياتك يا باشا. السلام يا فندم، حضرتك العشاء؟ مش عايزك نيل، هنام خفيف. بالنسبه للعشاء اللي كان هيتعشاه الباشا لفولي دليفري بسرعه. ولد يا عزيز، انت بتطنشني يا ولد؟ هو حضرتك بتند عليا انا؟ ايوه انت. هو حضرتك تعرفني؟ انت هتستعبط؟ هو في حد هنا غيرك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش مش واخد بالي. هو حضرتك بتدور على مين؟ مش عايز هبل، يلا بينا. يخلق مش شبه 40. روح يا والدي، روح شوف بتدور على مين. انا الحق عليا اني جيت انقذك من التوهه اللي انت فيها. أنا مش تايه، أنا مستني واحد صاحبي. يا عزيز يا حبيبي، انا جاي مخصوص عشان افسحك. مش عايز اتفسح، أنا زهقان من الفسح. طب تعالى بس. يا ولا احنا هنروح باي يا ولا. لما وديتني باي وانا عيل، هتوديني باي دلوقتي كده؟ طب علشان عندك وقلة أدبك دي هتيجي معايا وهتتفسح، يعني هتتفسح. لا اتفسح، لا 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 تاني يا عزيز؟ كابوس فظيع. لا دي ما بقتش طريقة، أنا مش عارفة أنام. شوف لك حل بقى ولا روح لدكتور. هعمل ايه بس في ابويا ده؟ اعزل يعني. انت عندك رغبه في الموت؟ ايه؟ بالراحه بالراحه، اهدى. انا قصدي اقول عندك شعور بالملل من الحياه، وهو ده اللي بيخليك تفكر في الموت. جرى يا دكتور، هو انا جاي لك عشان تفول عليا ولا عشان تشوف لي حل؟ ما هو الحل والعلاج مش هعرفه الا مساله. اتفضل اسال. ابوك اشمعنى؟ كان بيعاملك كويس لحد اول امبارح. وامك؟ احنا هنقبح بقى. قصدي الست الوالده كانت بتعاملك كويس؟ طبعا مش امي. طب ابوك ساب فراغ في حياتك بعد ما مات؟ ابويا ده كان اهم حاجه في حياتي، انما بعد اللي عمله ده انا مش عايز اعرفه نهائي. مش عاوز تعرف مين؟ ابويا. هو انت مش بتسال على ابويا؟ بص يا عزيز باشا، احنا هنديله فرصه يومين كمان. لو ما جاش لسعادتك في الحلم يبقى يا دار ما دخلك شر ويبقى حلم عادي، انما لو جالك تاني ايه؟ اطلب له البوليس؟ لا، انما هعمل لك شويه اختبارات. اختبارات ايه يا دكتور؟ اختبارات ايه وانا رايح اقدم في كليه الشرطه؟ اختبارات نفسيه وشويه تحاليل ورسم مخ واعصاب. نفسيه ومخ واعصاب؟ ما اخبيش عليك، في احتمال يكون عندك ضغوط نفسيه، وحكايه الحلم دي ممكن تتطور
وبعد كده تشوف والدك وانت صاحي. يعني ايه؟ يعني دي مبادئ جنان؟ المرض النفسي ملوش علاقه بالجنان، والناس الجهله هم اللي بيقولوا على المريض النفسي انه مجنون. يعني سعادتك الوحيد اللي هتقول عليا ان مريض نفسي، انما كل البشر هيقولوا عليا مجنون. بالظبط كده. الله يفتح عليك. قربني بقى، قربني بس. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. شوف يا ابني، أولا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنا لا بنجم ولا بعرف الغيب، دي حاجة مكتوبة في صحف مغلقة لا يطلع عليها ولا يعلم أسرارها إلا الله وحده عز وجل. فما تقلقش نفسك للدرجة دي وسلمها لله. مع السلامة. لا مع السلامة ايه؟ خلاص كده مفيش حجاب، حتة عمل يخلصني من ابويا. عمل ايه يا ابني اللي يخلصك من ابوك؟ ده ابوك ميت. لا ما ينفعش كده، امال انا جاي لك ليه؟ مش دي شغلتك؟ ولا هو بقى نصب ودجل ولا حكايتك ايه؟ لا من فضلك التزم وحاسب على كلامك، انا لا دجال ولا نصاب. طب ما تقول كلام حلو كده عشان ربنا يكرمنا. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف يا سيدي، الموضوع ده ما بيقولش غير حاجة واحدة بس، ان حلمك ده مجرد اشارة، وده من حسن حظك لان قدامك فرصة انك تتوب وتقابل ربنا وانت كويس. ايوه، هقابل ربنا امتى؟ يا ابني ما كلنا هنقابل ربنا ان شاء الله. ما بلاش الكلام الواسع ده يا عم الشيخ، خلينا فيا انا. اعوذ بالله من غضب الله. انت حر. انت مش قلت لي انك طلعت درجتين من السلم؟ ايوه. والدرجتين دول من كام درجة ابوك قال لك عليهم؟ 30. طب ما هي مش عايزة مفهومية اهي. انت قلت لي حلمت بالحلم ده يوم كام في الشهر؟ من 3 ايام، يعني 2 في الشهر. يعني انا كده فاضل لي قد ايه؟ احسبها انت بقى. نهار اسود، ده احنا في شهر فبراير. يعني انا ابويا كده بيقلد ابو الواد رؤوف؟ كل ده بشرط واحد. ايه؟ ان حلمك ده يبقى رؤية مش حلم. وايه الفرق؟ لا الفرق واضح. لو حلم عادي مش هناخد بيه ولا يوم ولا شهر ولا حاجة من دي، انما لو رؤية يبقى الكلام هيختلف. واعرف منين اذا كانت رؤية ولا حلم؟ ولا ابويا هيبلغني ساعتها؟ يا ابني شروط الرؤية معروفة. اولا لازم تنام على وضوء. اغسل شعرك الاول، شعرك كله. حاضر يا سيدي. ثانيا تكون مصلي العشاء، وما فيش مانع تصلي لك كمان ركعتين لله عشان ربنا يكرمك. في مصلية هنا؟ هو انت عمرك صليت؟ الله اكبر. وبعدين تنام على جنبك اليمين. لو نمت وصحيت على اذان الفجر تبقى الرؤية كده مكتملة ان شاء الله. افتح عليك يا عم الشيخ. ولا يهمني. ايه الهبل ده؟ يا ساتر يا رب. ايه ده؟ 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 ايه
انت هتتنفخ. زي الفل يا عم هتلر. اهلا. انا بس كان عندي سؤال محيرني. ايه؟ الشنب ده ما كملش ليه؟ جاهل ومتخلف. طب يا عم الجلياطه اللي انت فيها دي البلا في شنبك. الله، ده كل المسجلين هنا. يا سلام، قربتوا. دقت ساعة الزحف، لا رجوع إلى الأمام. ثورة استنى زعفي. سلموا على بعض، انتوا هتتروقوا. الحساب. يا نهار اسود. يا نهار ابيض. ايه مالك؟ لا ده انا كنت رايح اسالك عم هتلر. خليك في حالك. الحساب. ايه ده؟ دي الاجنده بتاعتي. طبعا مش فيها الحساب بتاعك. حساب ايه؟ حساب الطلبات اللي انت طلبتها وما دفعتهاش. انا ما طلبتش حاجه. لا طلبت، وكل اللي طلبته خدته، بس انت لسه ما دفعتش الحساب. بقول لك ما طلبتش حاجه. روح هات المدير. انت قول شرطه السياحه. ولد بطل حركات الاستعباط بتاعتك دي. هتدفع يعني هتدفع. كله هنا بيدفع الحساب. عاشفور معيش فلوس. خلاص بص في الاجنده بتاعتك وحل مشاكلك بنفسك قبل ما تيجي هنا يا حلو، وساعتها هتدفع زي اللي قبلك. لما تشوف الحساب الاول. طيب ما تنساش تبقى تحل مشاكل اختك قبل ما تيجي. اختي وده وقته؟ معكش السباحه؟ شدوا الجرذان. عزيز. ها؟ اختك امانه في رقبتك يا عزيز. ها؟ من انتم؟ هذه اخرتها. من انتم؟ ابو عزيز افتح الباب. افتحوا لي الباب يا ابو عزيز. افتحوا الباب. افتحوا الباب. يا ساتر يا رب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضه في ايه؟ في ايه؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ ده انت صوتك جايب اخر الدنيا. انت مش هتبطل بقى؟ ايه ده؟ ده انا الفجر. ايوه. بركاتك يا عم الشيخ. بركاتك يا عم الشيخ. ده كلام يا عزيز. انت خلاص بقيت بتفكر بالطريقه دي؟ بتروح لناس دجالين وهوكس بوكس؟ بقول لك الهوكس بوكس ده بيتكرر كل يوم وبنفس الطريقه. في اشارات بتاكد الحلم. بس عارف يا عزيز، حتى لو الكلام ده مظبوط، 30 يوم حلو قوي عشان تعمل كل اللي انت عاوزه. فات منهم 5 ايام. 25 زي الفل. احنا في شهر فبراير. ما جاتش على يومين بقى. انت هبله؟ يعني انت لو ناقصك 23 يوم وتودعي هتبقي مبسوطه؟ والله هقضيها. هروح 3 ايام شرم، 4 الغردقه، واقضي اسبوعين في اوروبا. هي اجازه نص السنه دي بتهرج. طبعا بهرج. هو في حد بيصدق في الحاجات دي اليومين دول؟ بس يا سامية اخوكي في محنه. يا فريد انا في محنه. انا صحيت على اذان الفجر. يعني دي رؤيه مش حلو. عزيز يا حبيبي ما تركزش مع سامي، خليك معايا. ايوه انت حبيبتي. البت دي مش ايزي. بص بقى ال 23 يوم الجايين دول ايوه عايزين نعرف هنعمل فيهم ايه بالظبط علشان ما نبصش نلاقيهم ضاعوا مننا كده. يعني ايه؟ خلاص كده اروح اسلم على قرايب اللي في البلد واودعهم؟ ايه الكلام البيئه ده؟ عندك حق. المشوار ده هيضيع يومين. جرى ايه يا عزيز؟ انت بتعمل كده ليه؟ ما تخليك راجل بقى. لا كده مش هينفع. مش هينفع. البت دي هتموتني ناقص عمر. بدل ما تقنعيني انا يا هبله يا فاشله روحي لبيتك ولجوزك. ابوكي موصيني عليكي. بدل ما كان يطلع لي انا كان طلع لك. قال له كان عقلك. قولها بقى على بلاطه.
انت اللي مش عايزني في بيتك. على فكره انا الف لوكاندا 5 نجوم تتمناني، لكن بلاش الطريقه دي. والله العظيم تلاقي حكايه الاحلام دي طريقه كده اخترعتها عشان تطفشني من هنا. لا هبله البنت دي اتجننت. لا وانت حبيبي العين العقل ما شاء الله. ماجدة صباح الخير يا تامر. هو عزيز عاوزني في ايه؟ انا ما بقتش عارفه حاجه خالص في اللي بيحصل ده. كلمني الساعة 6 الصبح وقال لي تعالي لي ضروري. ما انا كمان كلمني وصحاني من الفجر. انا قلقان قوي. ايه الدربكه دي كلها؟ في ايه؟ ايه اللي اخرك؟ اتاخرت فين؟ دي الساعه لسه ما جاتش 8. احنا هنا من الساعه 6. ماجدة كان في اجنده تليفونات كده زرقاء طويله من الحاجات بتاعت زمان. حضرتك عاوزاها في انت مالك؟ فيها تليفونات وعناوين مهمه. طيب ثانيه واحده. صباح الخير، في ايه؟ اقعد انت. في ايه؟ ما قال لك اقعد انت. هي دي حضرتك؟ ايوه برافو يا ماجدة. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الحمد لله. استاذن انا بقى. اوعى. ايه حلاوه الاجنده. كيف اهو. كامل الدسوقي. هو حضرتك عاوز مين والله؟ الله، وفي العنوان كمان. مستر عزيز. ريه بقى. ريه رانيا دياب. هما مين دول ها؟ مين دول؟ الميم بقى تبقى عملت معايا الصح. محسن العوضي. على فكرة الناس دي تلاقيها عزلت من زمان، والارقام دي تلاقيها زاد عليها بتاع 5 نمر. اخلص انت اترزع. في ناس شغلتها تلاقي الحاجات دي. ايوه. المهم ان انا لقيت خيط. ايه؟ فاكريني مجنون؟ لا ده انت تمام قوي مفيش حاجة. هو حضرتك عاوز ايه من الناس دول ها؟ عاوزهم يسامحوني. لا ده ما بقاش طبيعي خالص، كل يوم احلام مزعجه ويصرخ ويصوت. انا ما بقتش عارفه انام. بس مش حكايه الاحلام دي غريبه شويه يا فريده؟ صافي انا بهاتي بقالي ساعه وانتي كل اللي طلعتي بيه ان حكايه الاحلام دي غريبه شويه. طب وافرضي بقى موضوع الاحلام ده فريده طلع كدبه وهو ما بيحلمش ولا حاجه؟ كدبه ازاي يعني؟ هو انت بتكوني معاه وهو بيحلم؟ بينام ويقوم ويصحى يالف عليك الحلم اللي على مزاجه. الله، طب هو عزيز يعمل كده ليه؟ انا بقى هقول لك يعمل كده ليه. كامل الدسوقي ده كان اكبر تاجر ملابس مستورده في مصر. ساعة لما انا استوردت اول شحنة ملابس. وطبعا هو عشان كان اكبر تاجر كان بينزل بضاعته السوق باسعار استحالة انزل بيها بضاعتي. والا ما كنتش بقيت عزيز اللي انتوا شايفينه دلوقتي. طبعا اكيد. وعملت ايه؟ قبل ما ينزل بضاعته بيوم عرفت مكان مخازنه في شبرا الخير. وما كانش قدامي غير حل واحد. عشان بضاعتي يبقى لها تمن كبير في السوق لازم اكون انا الوحيد اللي عنده بضاعه. طب عملت ايه؟ افتح يا ابني. شعورك كله راح يا كامل. المغزى كله هناك. وجاكيتة كمان. ادي انت اللي حرقت له المخازن؟ ليه وانا ما عنديش قلب؟ انا يا دوبك خليت واحد يعمل له قفله في الكهرباء. اصيل يا عزيز، اصيل جدا. وبعدها افتقر. واذكر ان في ناس شافوه بيشحت في الاشارات. وطبعا بعت البضاعة زي ما انت عاوز. وبقيت ملك السوق. حقك. طب والتاني ده؟ محسن العوضي. محسن العوضي ده كان بادي في نفس الوقت اللي انا ابتديت فيه. محسن العوضي وقتها ما كانش حد بيعرف صيني في البلد.
محسن كان عاوز من الصين طلبية موبايلات. الموبايلات الصيني لسه ما كانش حد سمع عنها، يعني لو كانت نزلت السوق كانت عملت قلق. وبعدين سكرتيرة محسن العوضي مؤاخذة يعني كان في بيني وبينها علاقة قديمة. قابلتها وكان معاها أوراق الاعتماد والتحويل. غيرنا بس في ورق الاعتماد من الشركة الصينية. بدل ما كان محسن العوضي طالب موبايلات طلبنا له بزازات. بزازات؟ للأسف كانت 5 مليون جنيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بزازات بزازات. خد البيتزا واسكت، خد البيتزا ونام. بزازات 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 ب5 مليون من 12 سنة، دول يطلعوا كام بزازة؟ كتير طبعا. وطبعا انت اللي جبت الموبايلات وهو لبس البزازات. شفتوا بقى انا عملت فيه ايه؟ طب واللي اسمها رانيا دياب دي نيلت فيها ايه؟ لا، دي اقل واحدة انا ضريتها فيهم. انا يا دوبك كنت متفق معاها على الجواز وما رحتش في الميعاد اللي حددناه سوا عشان اقابل اهلها. يا نهار اسود ومنيل، وما رحتش ليه بقى ان شاء الله؟ كان عندي ظرف قهري والله. اللي هو ايه بقى؟ كنت بولع في مخازن كامل الدسوقي. لا اذا كان كده معلش، لو اتولع في المخازن عادي، عارف لو البزازات كنت قلت لك انت غلطان. لا طبعا ده مش سبب، كان ممكن يروح يحرق وبعد كده يخلص الميعاد. عاوزة الحقيقة؟ بيتهيألي ما ينفعش تكذب وانت في الظرف ده. عندك حق، بس اياميها انا كنت لسه صغير برضك، ورانيا بنت ناس عاديين، لحد لما قابلت فريدة، مال وجمال وابوها راجل واصل، كان لازم اختار. واخترت مدام فريدة طبعا. بالظبط. طب وما اعتذرتش ليه؟ اهو اللي حصل بقى. وبعدين انا كنت متفق اقابل ابوها، بس هو بقى اللي عزم خلانها وعمامها وقرايبها، ما هو اللي فضح نفسه. لا طبعا الراجل غلطان، ملوش حق طبعا. مظلومين طبعا. لا انا عادي مفيش حاجه. اصيله تامر. طب انا نفسي افهم، انت ايه اللي فكرك بيهم دلوقتي؟ لازم الاقيهم. انا خلاص اتاكدت اني هموت، ما ينفعش اقابل ربنا من غير ما يسامحوني. يا رب يسامحه. يعني عزيز ممكن يكون بيخوني او متجوز عرفي علشان ضميره ما يتعبوش. وحكايه الحلم دي بقى كلها حركات، علشان لو انت اخدتي بالك يبقى هو تعبان وعيان، وممكن بعد شويه يتعب اكتر ويحتاج يسافر بره 2 أو 3 على اساس بيتعالج، وهو بيتصرمح بره مع حبيبه القلب، وانت هنا يا فريده قاعده تدعي له عشان ربنا يشفيه. شوي انا شوي. ايه في ايه؟ مش عارف. يا ساتر يا رب. اسحب بسرعه. اسحاف ليه؟ مستر عزيز وانا بكلمه فجاه عينيه قلبت وراح مني خالص. راح فين؟ ياه ادخل اسحب بسرعه. ايه؟ عزيز، ماسك لابوك شومه يا عزيز؟ بقول لك ايه، ابعد عني، انا عامل حساب للعيش والملح. انت فاكر ده انت عشان لابس لك ابيض في ابيض يبقى خلاص؟ لا يا حبيبي، ده انا صايع قوي. هو انا يعني اللي ابن زوات؟ ده انا قتال قتل، ده انا ابليس يقول لي يا خسيس. بطل الحركات دي واطلع لي يلا. وهو انا يعني عشان تعبت شويه وراح مستشفى تقول لي اطلع لي؟ الله مش طالع. مش عايز تطلع؟ براحتك يا عم، مفيش مشكله خالص، بس وحياه امك هتطلع غصب عنك. طب وحياه امي ما انا طالع.
النينجا. خلص. ولا يهمني. بتاخدني على اخوانا يا حاج؟ يعني اخوانا يا ماما. ايه الالفاظ دي يا عزيز؟ هو الوالد طول ايده المره دي ولا ايه يا فندم؟ ايه ده؟ هو الحلم كان متذاع ولا ايه؟ بس مباشر. انا فين؟ الحمد لله على السلامة يا عزيز. انا بعمل ايه هنا؟ إغماء بسيطة وراحت لحالها. إغماء؟ وريها لي كده. ايه ده الساعة 3 ده ميعاد غدا يا جماعة. غدا إيه انت كمان؟ سببها ايه الإغماء دي يا دكتور؟ هنعرف دلوقتي، احنا عملنا تحاليل وفحوصات وكل حاجة هتبان. صح. انا حاسس من الاول ان في حاجه هتقصف عمري. انا ازاي ما فكرتش اجي مستشفى من الاول؟ اهدى شوية يا مستر عزيز. ارجوك يا دكتور ما تخبيش عليا حاجه. حاضر يا سيدي. أولا القلب. ايوه. زي البومب ولا قلب الأسد. الضغط. ايوه الضغط. عيله ابويا كلها عندها ضغط. طبيعي جدا 120/80. السكر. بس هو السكر. عيله امي كلها كان عندها السكر. ريزنبل وسرعة الترسيب تمام، كل حاجة ايديال. الله، ده انت كده قلقتني اكتر يا دكتور. نعم. ما حاجه تحير برضه، امال انا هموت ازاي؟ انا شخصيا ما اعرفش انت هتموت ازاي، لكن التقارير اللي قدامي بتقول ان صحتك زي البومب وممكن تعيش 50 سنة تاني زي الفل. خلاص شكلي هموت من نق. بلا. واضح انها حالة نفسية، ضغط الشغل ممكن يعمل كده. انا رأيي يخرج من المستشفى وغيروا له جو على قد ما تقدر. عن اذنكم. مساء الخير. مساء النور. ازاي؟ الحمد لله. عزيز ما كلمكيش في حاجة كده؟ كلمني. طب خلاص بقى صافية لبن. بص، انا ما كانش ممكن ابدا اسامحك على اللي انت عملته ده، لولا ان عزيز فهمني ان بابي الله يرحمه متوسط لك في الموضوع، وانت عارف انا ما اقدرش انزل كلمه بابي الارض ابدا. ربنا يديله الصحة ويطول في عمره يا رب. هو مين ده؟ بابي الله يرحمه. بس يكون في علمك رجوع البيت دلوقتي لا، انا لازم افضل جنب عزيز لحد ما يمر من ازمته. مش مشكلة، آخر الشهر قرب خلاص. ايه ده؟ يا دكتور ما تقلقش يا عزيز، انا بكره هفسحك فسحه تحلف بيها طول عمرك. عمر ايه بقى يا عم تامر؟ احلف فيها براحتك. المهم انت وساميه لازم ترجعوا البيت. يا عم قول لها مش قبل ما عزيز يخف. يا ساميه يا حبيبتي، ابوكي عاملك حجه وعمال يجيلي في المنام. ابوس ايديكي عايز انام. الراجل مش عارف ينام يا سامي، مش عارف ينام. لا انا ما اقدرش اسيبك وانت في الحاله دي. لا هتسيبيني، والبيت ده مش هتخشيه من اساسه، وحاجتك هبعتها لك مع شوقي. حاضر بس ما تتنرفز. وبعدين انا شكلي كده هسافر بره اشوف لي علاج. تسافر فين؟ بره. لوحدك؟ لوحدي. بقى كده. بسم الله عشان ربنا يدينا. اديله حاجه يا شوقي. يا ساتر، هو انت اعوذ بالله مش عايز منك حاجه. انت يا جدع انت مش عايز. انت يا جدع مش عايز. استنى مش عايز. استنى بس يا عم مش عايز. انت لسه زعلان مني؟ خد ده انا بهزر معاك يا عم. بقول لك مش انا النهارده اجازتي. بقول لك ايه ما تخلينيش اتغاب عليك. بقول لك خد. مش عايز. استنى ما يبقاش قلبك اسود كده. امسك يا عم. استنى وخد دول كمان واعتبرهم يا سيدي مكافأة نهاية الخدمة. بس دول كتير. لا بقى انت هتغرق. ادعي لي يا عم. ايه يا عم انت يا عم؟ انت بتشحته ولا بتديله قرض؟ وانت مالك انت؟ ايه اللي انا مالي؟ طالما ماشيه معاك قوي كده ما تجيب حاجه لله. لله؟ بقول لك ايه، هات 50 سلف. ليه؟ احنا بنلاقي الفلوس. ما بقول لك لله. يلا يا عم. يلا يا عم. دول حلوين قوي.
يلا يلا من هنا يلا. تحت امرك. يا جماعة لازم تاخدوا بالكم من مستر عزيز اليومين دول. والله يا ماجدة انا ما كنتش عايزه امشي، بس انتي ما شفتيش عمل ايه. مش عاوزه تمشي يا ساميه يا حبيبتي؟ العروسه بتقضي شهر العسل مع جوزها مش مع اخوها. وبعدين هو مش قالك ان ابوكي موصي عليكي في الاحلام؟ أحلام إيه بقى وهذا ايه إيه؟ خضتيني. يا مدام فريدة الموضوع ما بقاش أحلام وبس. عندك حق، انتوا شفتوا عمل ايه مع الشحات؟ وحكايه السفر بره دي كمان احلام برضو. على فكره هو كده ممكن يفضحنا في اي لحظه. ما تخافيش يا ساميه ما تخافيش، انا هفضل معاه ولازم طول الوقت واخد بالي منه. انا جوزك يا هبله. ايوه يا صافي. لا عزيز كويس وزي القرد، شكل كلامك طلع صح. الشنط جاهزه في العربيه يا انسه ساميه. انسه؟ مدام. مدام ايه بقى؟ قومي بقى فضحتي الراجل. ايه يا ماجدة؟ 4 ايام عشان تجيبي لي نمر وعناوين الناس دول؟ ما ينفعش كده. احنا بقينا 12 في الشهر. عنوان واحد بس يا ماجدة. طب اموت ازاي انا دلوقتي؟ ما تقلقش حضرتك، ان شاء الله هنلحق وكل حاجه هتبقى تمام. بس في شويه حاجات في الشغل محتاجه تمشي واحنا مش عارفين نعمل ايه من غيرك. زي ايه؟ زي موضوع المصنع الجديد، المفروض حضرتك تخلص مع مكتب العمل قبل ما العمال يعملوا استئناف في القضيه. مستر عزيز، لو العمال كسبوا الاستئناف مش هنعرف نمشيهم. مش مهم يتقبل الاستئناف، الله ما احنا هنكسبه برضه. ده لو عشت يعني. المهم مليني عنوان كامل الدسوق. عم كامل ساكن هنا بس هو مش موجود دلوقتي، بس انا عارف هو فين. فين؟ في حضرة سيدي علي زين العابدين. تعالى ورايا بس من غير لا صوت ولا نفس. مدد يا سيدي علي مدد! جدع. استنى بس انت. انت مش فاكرني؟ انا عزيز. عزيز مين؟ اللي حرق لك المخازن. يلا نجري. الناس طيبين والله. احلى شايله احلى بهوات. حقك علينا يا سيدنا، اصل كلمه حرامي عندنا سرها باتع. انت هتقول لي هو عم كامل برضه غلطان. انا مش غلطان. يعني ايه يا كبير؟ يا عم اهدى الله يكرمك. عيني بص عيني خلاص باظت. بقى يا جماعه بقى، خلاص بقى. معلش لو في اساءة ادب يعني تتوكلوا انتوا على الله. انا عايز اقعد مع ابن خالتي شويه، امه محملاني امانه ولازم اوصلها له. طيب خد راحتكم بس مش عايز مشاكل. لا طمن. باشا فخم، سلام عليكم يا رجاله. وقف السلام خلينا نشوفك. اقف بقى يا عم كامل بقى، ما بقاش نزل ايدك انا متوضي. اقعد يا عم انت كمان بكتفك ده. جرى ايه يا حاج كامل؟ بقى يا راجل كل المده دي ما تسالش عليا وانت عارف ان انا عيان قوي. عيان قوي؟ الف حمد وشكر ليك يا رب، الف بركه. بركه ايه يا بركه؟ وانا جاي اعزمك على عيد ميلادي بقول لك عيان. لخص، عايز ايه؟ انا عارف ان انا غلطت فيك. غلطت فيا بس؟ جرى ايه يا عم كامل؟ الله ما تحضرنا يا عم. اخ وحرق لاخوه مخزن، ايه الدنيا تقوم خالص ما فيهاش ولا حاجه، عادي. هبني لك غيره. المهم بس انك تسامحني. يا سلام، سهل قوي دي. بعد كل اللي عملته فيا ده انت حرقت كل اللي حيلتي في غمضة عين. لا وكتاب الله منع، ده واد كهربائي من بلاء ابو العيله. وهو مين اللي اجره؟ انا بقول بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح. وما دمت ايامي في الدنيا معدوده يبقى انت بقى خليك احسن مني وسامحني. معدوده؟ الله اكبر، يا عظيم يا الله، يا منتقم يا جبار. يا سلام، اشمعنى يعني اخترت دول؟ ما في يا غفور ويا غفار. دلوقتي بس عرفت ربنا، شفت بقى انها مش دايما. شفت بس اتطرشت. ده انت خليتني اشحت من اللي يسوى واللي ما يسواش، وبدل ما كنت بمد ايدي وادي بقيت امد ايدي واخد. ولولا الاوضه دي اللي ورثتها عن ابويا الله يرحمه كان زماني دلوقتي مرمي على الرصيف. خلاص بقى يا عم كامل،
ده انا جاي ومدد لك ايدي عشان خاطري سامحني. روح يا ابني، توكل على الله، موت وانت شايل ذنبي عشان ما تلاقيش رحمه في اخرتك. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا عم كامل، ابوس ايدك. هو ده اليوم اللي انا مستنيه من زمان، انك تقف قدامي مذلول بالشكل ده. حرام عليك، ما تبقاش حقير زيه. وهو ده حد يقدر يبقى زيه؟ ده ما جابتوش ولاله. انت هتقول لي ما انا عارف. انا عندي فلوس كتير قوي، خد كل اللي انت عاوزه. وانا مال الدنيا يكفيني فيك، انا مش عايز منك اي حاجه. 5 مليون كويس. كم؟ برضه مش كفايه، كفايه عليا ان اشوفك مذلول. طب 6. 6؟ مش انا اللي ابيع ضميري ب6. 7. انت قاعد بتعد في ايه؟ 7 ايه؟ 7 مليون فلوس يعني. اخرس بقى. متهيألي 7 مليون دول ازيد من تمن البضاعه اللي اتحرقت ولا ايه؟ وال7 مليون دول معاك دلوقتي؟ لا بس معايا دفتر الشيكات. دفتر شيكات؟ عليا انا، ما تقول حاجه يا مضروب. وانت خسران ايه يا عم؟ من النهارده لبكره ما فرقتش، بس انا ليا شرط واحد. ايه؟ تسامحني دلوقتي. مصرف الشيك الاول. طب نخليهم 8 وتسامحني دلوقتي. خليهم 10 وادعي لك بطولة العمر. يعني اكتب واخلص؟ هو انت عملت فيا حاجه وحشه يا عزيز؟ بالحضن ولا بالحضن يا حبيبي، حضن يا اخوي. لا حول الله، طلع احقر منه. حبيبي مين الواد ده؟ ده واحد حقير ما تاخدش في بالك. واضح يا حبيبي، اخويا عزيز. ايه يا عزيز؟ 10 مليون؟ 10 مليون عشان يسامحك؟ هو انا اخد معايا حاجه يا عم تامر؟ وبعدين يعني لو ما استفدتش بالفلوس دلوقتي هستفيد بيها امتى؟ لما اموت؟ وانت كده يعني ضامن ان هو سامحك؟ لا مفيش الكلام ده، انت سامع ابو ودنك وقال ان هو مسامحني، قال ولا لا؟ ايوه قال، بس افرض مثلا الراجل بيضحك عليك. يضحك عليا؟ انت كنت موجود، هتشهد يعني هتشهد. ايوه هشهد، ده انت حبيبي يا عزيز، طبعا هشهد. اشهد فين؟ هتشهد؟ تقوم مجانين؟ هشهد. انا هعرف اتصرف كويس، ده كده بقى اهبل. هو شكله لسه ما يعرفش مين فريده. هخلص واكلمك، يلا بقى. بس ده كتير يا باشا والله. لا مش كتير، مصاريف ولادة مراتك ومصاريف ابنك لحد لما يتم 2 عليا، مرضي؟ طبعا مرضي. اهم حاجه يعني ما تبقاش زعلان من العلقه اللي اديتها لك. لا زعلان ايه؟ ده لو على كده حضرتك اديني علقه كل يوم. طب اتفضل شوقي طريقك. عن اذنك. سلام. سلام. خليك. اتفضل. عملت ايه يا مجدة؟ اللي اسمه محسن العوضي ده خلاص قربنا نوصل له، ورانيا جبت عنوانها. انت كمان بتساعديه يا ماجده؟ انا بساعده على ايه يا فندم؟ على الفلوس اللي عمال ينطورها دي. مجدة ملهاش دعوه بالموضوع ده خالص يا فريده. طب كويس عشان ناخد رايها برضو. يرضيك يا ماجده يدفع 10 مليون جنيه لواحد ما يسواش 3 مليم؟ اللي ما يسواش 3 مليم ده هو السبب في العز اللي احنا فيه. هو حضرتك دفعت المبلغ ده يا فندم؟ ما تحطي نفسك في مكاني يا مجدة، الله كنت عايز الراجل يسامحني. انا لو كنت مكانك كنت دفعت المبلغ ده برضو. وبعدين يعني انت مش ضاربين على ايه؟ انا ثروتي داخله على المليار، يعني الفلوس دي شويه فكه. شويه فكه اوكي، بس ده لو انت مديله هو فعلا الفلوس دي. يعني ايه؟ يعني هو ممكن يكون واحد انت متفق معاه تديله هو الفلوس وهو يديها لحبيبه القلب، علشان انا ما اعرفش انت بتنطور فلوسك فين. ليه حبيبه القلب دي يا فندم؟ والله ما اعرف. ان انت متجوزها او مصاحبها. هو انا بتاع الكلام ده برضه يا فريده؟ ما تقولي حاجه يا ماجده. لا مالكيش حق ابدا يا مدام فريده، هو مستر عزيز بتاع الكلام ده. لا خالص. وبعدين يعني بالعقل، واحد ناقص له 13 يوم ويموت هيفكر في النسوان؟ ده لو علقوا له الفياجرا محاليل مش هيقدر. ما تقولي حاجه يا ماجده. لا مش يمكن عايز تعمل لها مستقبلها عشان عرفت ان انت هتتكل على الله؟ يخرب بيتك يا تامر، طبعا هو اللي قال لك وحضرتك كملت القصه في دماغك. مش مهم مين اللي قال لي، انا بس مش عايزاك تبعت الفلوس ابنك وتسيبه يشحت بعد اسبوعين. يوه انا مش فاضي لوجع الدماغ ده. ماجده جهزي لي عنوان مدام رانيا. قصدك انسه يا فندم؟ اهو انسه، هعرف انا انسات في السن ده قبل ما اموت عشان اتمشى معاها على الكورنيش. ايه ده؟ انسه مستنياني ولا ايه؟ صباح الخير. رايح فين؟ جاي معاك. جاي معايا فين؟ اي حته انت تروح. وجاي بقى متطوع من نفسك ولا فريده اللي بعتاك؟ لا طبعا فريده اللي بعتاني. حلو قوي. يعني فريده بتشك ان انا اعرف واحده عليها؟ لا طبعا، دي متاكده انك متجوز عليها. جميل. وانت ناوي تقول لها ايه؟ انا ما بعرفش اكذب. ما تعرفش تكذب؟ طبعا. ماجده معلش والنبي تبعت لنا ايميل بس لكل العملاء والموظفين والمستوردين كمان. تكتبي ايه؟ اكتبي عن الفشل اللي حصل في الليله السوداء بتاعت دخله الاستاذ تامر. لا ابوس ايدك. لا يا ماجده ابوس ايدك يا عزيز. هتقول لها ايه؟ انك اشرف من الشرف. سك على الميل يا ماجده. سك يا ماجده. اطلع يا ابني. ده ملجأ سعادتك ولا نادي؟
اه ده ملجأ نزيه علام. ياما قال لي اشترك معاه فيه. طب انا ممكن اشترك للاولاد فيه؟ اشترك للاولاد فيه؟ ده انت هتلاقيك متربي جواه. اي خدمه يا باشا. الانسه رانيا يا سيدي. موجوده يا فندم. اتفضل. الورد يا عزيز بيه. اجري الضغط هناك، اجري. وانت بقى جايب لي الورد ده ثمن اني اسامحك؟ لا طبعا انت عارفه ان انا من زمان بحب الورد واحب هادي بيه. بقول لك ايه؟ دي حلوه قوي. اهدى بقى خلينا نقول الكلمتين. لا حلوه. ده ابنك؟ لا ابني ايه بعد الشر؟ هو انا الحق اخلف شحط زي ده؟ ده انا يا دوبك لسه متجوز ما بقاليش كام سنه. تامر سعيد جوز اخت عزيز، بس في مشاكل ما بيننا واحتمال اطلقها قريب. انت عارف عزيز عمل فيا ايه؟ عارف، هو حكى لي على كل حاجه. بس انت ليه عملت كده؟ لا والله ليه عملت كده يا عزيز؟ مالكش حق. ما تهدى يا حنين، اهدى. رانيا ارجوكي قدري الظروف اللي انا فيها، انا خلاص بموت. طب ما كلنا هنموت. ايوه بس مش اخر الشهر. انا ممكن اموت قبل كده على فكره، محدش عارف هيموت امتى. والله انا قلت له كده قبل كده، بس هو اللي مأفور وعامل فيها ضيق، مش عارف ليه. والله جوز اختك باين عليه اعقل منك. مش كده برضه يا قمر؟ حبايبي ما تيجي تقعد هنا احسن. ماشي اقعد بقى. يا بيه الورد كده هيهبط في ايدي. بقى. رانيا ارجوكي سامحيني على اللي عملته فيكي. وانت ببساطه كده عايزني اسامحك على المصيبه اللي انت عملتها؟ انت يا اخ تامر ترضى ان اختك يتعمل فيها كده؟ لا طبعا. يعني بس برضه انا بقول ما تسخنيش على عزيز لانه هيموت قريب، والراجل جاي عشان يصلح غلطته. غلطه ايه اللي جاي يصلحها؟ انا خلاص مش ممكن اتجوز. يا بيه الورد ريحته فاحت وشكله حمض. معلش ثانيه واحده. هاتي شوفني كده. هاتي غور بقى يا كلب غور. رانيا انا مش جاي عشان اتجوز، انا جاي عشان تسامحيني. ايه؟ اسامحك؟ وهعوضك على اللي حصل باي مبلغ. على فكره عزيز بيدفع كويس قوي في المواضيع دي. ياه كمان. 2 مليون كويس. بس طب نقول 3. لا يا عزيز انت بقيت بخيل خالص. 4 مليون. 4 مليون البت تستاهل قوي قوي. والله طب بس انا عندي طلب صغير قبل ما تكتب الشيك. رقبتي ايه؟ عايزاه باسم حد تاني؟ لا عايزاكم تطلعوا بره. شفت اهو ده اللي انا كنت خايف منه. ايه ده؟ انت بتطرديني؟ وما اشوفش وشكوا هنا تاني. انا حاسس ان شكلنا وحش، انت مش حاسس كده؟ سيبها لي بقى. يلا. انا كان عندي حق ان انا سبتك يا بايره. بره. ازاي ما عملتش معاها حاجه؟ 5 مليون. طب 6 مليون. بص يا عزيز. نعم. من دلوقتي لاخر الشهر مش عايزاك تفكر في حاجه خالص غير في حاجه واحده بس. ايه؟ انك لو بتموت قدامي وكلمه سامحتك دي هي اللي هتحييك، انا عندي اني انتحر ولا اني شغلها لك. ايه الحرام ده؟ يلا يا جماعه انا شكلي هشيل ذنبها. فريده رايحه فين؟ رايحة عند ماما. من فضلك ورقة طلاقي توصلني قبل آخر الشهر. طلاق ايه؟ عزيز مش أنا اللي بتتجوز عليا، أنا فريدة محمود المرصفي اللي أنت زمان كنت بتتمنى إن هي تبص لك. يا حبيبتي ما تبقيش مجنونه، انا مفيش حاجه بيني وبين رانيا دي خالص. واشمعنى بقى رانيا هي اللي جت في بالك؟ عشان اكيد الاستاذ تامر هو اللي قال لك. قصدك إن في ستات تانية كتير أنا ما أعرفش حكاية؟ لا انا ما قصدتش. اوعى من فضلك، أنا كرامتي ما تسمحليش إن أنا أسمع أكتر من كده، ولو لسه في حاجة كويسة ما بيننا ما تموتهاش قبل ما تطلقني. فريده يا فريده، طب عشان خاطر يوسف بس. لا أنا علشان خاطر يوسف سايباه يقعد معاك الكام يوم اللي فاضلينك دول، ده لو يعني طلعت حكاية الموت دي بجد. فريده امك مش عامله لك اي اعتبار. اسم الله. عندك حق. سيبك انت، قعدة الرجالة مفيش أحسن منها. صح، بس أنا كده هضطر أبات لوحدي وجدك هيجيلي في المنام ويستفرد بيا. خلاص تعال ننام معايا فاضي. ماشي يلا. بابا بابي هو ليه جد بيجيلك في الأحلام؟ والله انا كان عليا مش عايزه يجي خالص. ليه؟ أنت مش بتحبه؟ لا بحبه يعني، بس هو مقفلها لي حبتين. أنا كمان بحبه، عارف ليه؟ ليه؟ عشان خليك تنام جنبي النهارده. الله. طب يا سيدي انا ان شاء الله لما اشوفه هبلغه شكرك وتقديرك. هو حضرتك لما تنام جنبي وجده يجيلك في الحلم هيجيلي أنا كمان؟ لا طبعا، ده مستقصدني أنا بس. نام يا ابني نام وبلاش السيرة دي، أحسن ده لو جالك هيخليك تبرم حوالين نفسك.
يلا. ايوه سلام. ما تجيش بقى الواد صغير. أصدقائي المشاهدين، للمتعة اليوم عنوان في لقاء مثير في الملعب الكبير، الملعب المستدير، الملعب الخطير. نحن هنا لنتابع معا أحداث مباراة الكلاسيكو بين الفريقين الكبيرين، الفريق الذهبي في قيادة عزيز وموظف السلفة، ومعه تامر والشحات في حراسة المرمى، وهو كامل الدسوقي. عنوان الرشاقة والخفة، كما أنت كبير يا غزال الصحراء. وعلى الجانب الآخر فريق هو عزيز، ومعه أبو عزيز الجناح النفاذ، ووالد عزيز المدافع الصخر، هو عزيز اسبادا، وزيزو الكبير في حراسة المرمى. اليوم قضاة المباراة تتكون من الثلاثي الخبير، المخضرم الطويل والقصير والمستدير. وبدأت المباراة، وعزيز يمشي بالكرة ويمررها الكامل. يلا تمورة 1-2، يمشي مع عزيز، عزيز يحاول يناور يرفع راسه ثم يعمل هذا بالكروس من الراس، هاول راسية وهدف بالكامل. الدسوقي يفتح باب التسجيل. يا حلاوتك يا كامل، هدف كامل، استعراض كامل، كاملة الأوصاف يا كامل. دول بنات اختي، بس بنات ناس قوي يا عزيز قوي. بص ماذا يحدث؟ ماذا يجري؟ ماذا هنا؟ لحظة 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 لحظة، يبدو أن الحكم المساعد عنده رأي آخر. ننتظر ننتظر. لحظة لحظة لحظة، فما قرار جديد، شكله ألغي الهدف. نعم هدف أبيض، هدف مشطوب، لم يحتسب الهدف وشتب الهدف، وأوشكت المباراة على الانتهاء، وعزيز مصمم على الفوز. يعمل مراوغة، يحاول يناور، وين ماشي وين ماشي، لن يمر لن يمر. مر لا والله كذبني، مر يتعدى عزيز، يتعدى عزيز. هداك ما لمستوش. ايه يا عم ما لمستوش يا عم يا حكم، ما لمسوش، هو اللي وقع لوحده. ما لمسوش، وقع لوحده. بتصلبه. طب ايه رايك بقى انه شنكله وبينالتي؟ لا ما حصلش. لا حصل وبينالتي. ضربة جزاء خلاص. فلول مش فلول، بينالتي. ما فيش اجدع من كده بقى، ما لمسكش وحسبتها لك بينالتي، على الله يطمن. شكله ابن عمه او اخوه الحكم. وفي الاخير هدف من نجم الخيال من اجل انتصار مفاده لقب عزيز. ايه؟ ما تصفر. مش لاقي الصفارة. راحت فين؟ مش عارف. طب دور بسرعة، الوقت بيعدي. انا بدور. ايه اللي جاب دي هنا؟ ايش فهمت؟ ماذا هناك؟ اوه ناقصة كامبو جلابية، ينقصها الإثارة كامبو جلابية. اتدلع يا ابو جلابية. الله على سرعتي، خفتي، ويخطف الصفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في يا بابي؟ البزازات الوقت بيمر، لازم اتصرف. ايه يا مستر عزيز، ده فاضل نص ساعة على الفجر. حاضر يا مستر عزيز، بكرة الصبح إن شاء الله هيكون عند حضرتك عنوان محسن العوضي. بكرة الصبح ايه بس؟ الوقت بيعدي. يوه، هو السيد الوالد زار حضرتك في المنام تاني ولا ايه؟ زار ايه بس يا ماجدة؟ زار ايه؟ ده بقى مقيم معايا. علشان كده. طيب يا فندم، حضرتك افضل صحي الساعتين 3 دول ونتقابل الصبح في الشركة. ساعتين 3 ايه؟ الحلم واضح زي الشمس. لازم الاقي البزازات، لازم اروح لمحسن العوضي. حاضر يا فندم، انا جايه حالا اهو. حاضر. يعني هو حاله يتصلح وانا اتشخرم؟ يعني انت السبب في انه جاب البزازات دي؟ حاجة زي كده. طب انا هسألك سؤال، انت برضو زي ابن محسن؟ طبعا يا ام محسن، اسألي. ايه اللي خلاك تشور عليه الشورى المهببة دي؟
وانا ما شرطش عليه، يعني انا ساعدته بس. دي كانت مساعدة الهم والغم. دول عاملين زي القرادة. أنا متهيألي إن هما بيتجوزوا جوه الصناديق من ورانا ويخلفوا واحنا مش دريانين. لا 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 لا، مالكيش حق ابدا يا ام محسن. طب ده انا حتى يعني شايفاهم بسم الله ما شاء الله قربوا يخلصوا. ده احنا لسه عندنا مخزنين مليانين. لا لا لا، ما تقلقيش حضرتك خالص، مستر عزيز هيشتري كل الكميه الموجوده. وفي حد يشتري الهم ده؟ انا ارجوكي ما تبخليش عليا بيهم. والله هتبقى ريحتني، بدل ما انا عماله ابيع فيهم كرتونه بكرتونه. وهعمل لك خصم. لا لا لا، من غير خصم. احنا ناس بقينا بنعرف ربنا، قصدي طول عمرنا نعرف ربنا، وهاخدهم باللي يقول عليه محسن. ايوه بس محسن ما بيقولش. ليه؟ هو حصل له حاجه؟ لا بس مش هيفيدك بحاجه. ايوه بس انا لازم اقابله، لازم قبل ما ابيعه واشتري اخليه يسامحني على الشوره اللي شرطها له دي. هو ده شرط مستر عزيز الاول عشان يشتري. انت حر. هو قاعد في الاوضه بتاعته السطوح ما بيسيبهاش، بس اوعى تجيب له سيره البزازات. ما اجيبلوش سيره البزازات ليه؟ الدكتور بيقول ان هو كل ما بيسمع الكلمه دي حالته بتتدهور. دكتور ايه؟ الدكتور بتاع المستشفى. مستشفى ايه؟ المستشفى بتاع العباسيه. عباسيه. بس ما تخافش، هو هادي دلوقتي. خف يعني؟ ما دام بياخد الدواء بيبقى هادي، اصل الدواء بينسيه كل حاجه. ايه ده؟ يعني هو دلوقتي مش هيفتكر مستر عزيز؟ اذا كان ما بيفتكرش امه هيفتكر مستر عزيز؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حبيبي يا محسن. محسن محسن، انت مين؟ انا عزيز. مش واخد بالي. عزيز مين؟ معلش انا عارف ان في عوق في دماغك يعني ومش هتعرف تفتكرني، بس انا هحاول افكرك. قلت لي بقى كده. الحكايه ما تبقاش ان هو شار عليه كده يبقى ضحك عليه. ايوه، ما هو علشان كده انا بصراحه خايفه من المقابله دي، اكيد مش هتعدي على خير. اكيد يا حبيبتي ما تقلقيش، ده من رابع المستحيلات انه يفتكره. افتكرني الحمد لله. انا هتكفل بمصاريف علاجه كلها طبعا بعد لما اتعالج انا الاول، وكمان هدخله مستشفى متخصصه على حسابي عشان لما يجي اليوم ويعرف يسامحني على اللي عملته فيه. خف ايدك لشقك. طيب واكيد برضو لما يعرف ان حضرتك اشتريت كل البزازات هيسامحك على طول. حلو قوي. وعايزك كمان تكلميني نزيه علام صاحب الملجأ، تقولي له ان انا مستعد اشاركه في الملجأ وفي اي عمل خير بيعمله وباي ثمن. واكيد رانيا هي كمان لما تشوفك بتعمل الخير ده كله هتسامحك يا رب. وبالنسبه للمصنع مش عايز عامل لا يطلع معاش مبكر ولا يتسرح، كله يستنى وزود لهم مرتباتهم كمان. وانا اتكلمت مع الحاجه وحكيت لها على كل حاجه، وهي لما تاخد التعويض اكيد هتسامحك. على خيرة الله. تأمري بكام مليون يا حاجه؟ ومين قال لك ان انا عايزه فلوس؟ مش عايزه فلوس؟ امال عايزه ايه؟ بص يا استاذ، اللي حصل ده انت كنت سبب فيه وبس، وده مقدر ومكتوب، واحنا ناس بنرضى باللي ربنا كتبه لنا. مش فاهم. شوف يا استاذ، احنا كلنا مجرد اسباب. يعني حضرتك لو ما كنتش عملت اللي انت عملته ده كان في حد تاني هيعمله، وجايز كان المركب اللي جايبه البضاعه يا تغرق يا تتحرق. مش معقوله يا حاجه اللي حضرتك بتقوليه ده. مستر عزيز هيدفع مبالغ كويسه جدا وهو مسامح. شوف يا ست هاني، ربنا انعم علينا بحاجات كتير كويسه قوي. صحيح محسن تعبان، لكن اخواته التانيين صحتهم زي الفل وكويسين ومش مخليني محتاجه حاجه خالص. اكل وبناكل، لبس وبنلبس، والصحه كويسه والحمد لله. مش معقول ننسى كل النعم دي ونفتكر مشكله صغيره، ده حتى يبقى مش معقول. بص يا استاذ، شيل البضاعه بتاعتك وادفع ثمنها، لا اكتر ولا اقل. ايوه بس انا لازم اتاكد انه سامحني. ما قلنا خلاص يا استاذ، ده مقدر ومكتوب. يعني انا كده ما غلطتش في حد. يا سلام، ربنا يبارك لك يا حاج، كلامك كله حكم. هو ايه ده اللي خلاص وخلصت وانتهى؟ انا ما بقتش فاهمه اي حاجه. خلاص بقى يا ماجده، وقفي كل حاجه، مفيش فلوس تاني هتطلع. خير ايه وتبرعات ايه؟ ليه ان شاء الله؟ هو حضرتك خلاص مش هتموت ولا ايه؟ يا حبيبتي انا ما كنتش خايف من الموت، انا كنت خايف من الحساب. وما دام كله بقى مقدر ومكتوب وفي ايد ربنا، ايه بقى اللي يخلينا اتكحرت واجري ورا الناس عشان يسامحوني؟ ما دام كله في ايد ربنا، وربنا غفور رحيم. هو ده اللي فهمته من كلام والدة محسن.
ده بدل ما تحمد ربنا ان في ناس بتسامح كده من غير ما تقبل عوض. يا ماجدة الكلام ده ما منوش فايدة. أنا خلاص كلها 8 أيام وأموت. الأبدى بقى إن أنا أمتع نفسي فيهم بدل المشاوير والهم. يا نهار اسود ومنيل، مش مصدقة نفسي. ده كل يوم بحل، يوم توزع على الناس فلوس ويوم تحرمهم، يوم تساعدهم ويوم تعذبهم، يوم تتعدل ويوم تتعوج. انت ايه بالظبط؟ نمرود ولا فرعون ولا ايه؟ انت ازاي؟ يا ماجدة بلا ماجدة بلا زفت. بس الغلطة مش غلطتك، احنا اللي ساعدناك على كده. اي حاجة كنت بتعوز تعملها كنا بنعملها لك حتى لو ما كناش راضيين. وانت مالك انت موظفة عندي وتعملي اللي انا عايزه. شوف اديك رجعت زي الاول ويمكن اكتر كمان. طب خلاص بقى اهدي، خدي لك اجازة يومين. لا يا مستر عزيز، انا مش هاخد اجازة يومين، انا هاخد اجازة على طول. كمل بقى لوحدك. ايوه سونيا، لا اتنحيت ايه؟ لسه 8 ايام. مش هتنحى قبل ما اخلص مدتي. تصحى يا عم، على مالك وانت سايق؟ على مالي ايه يا باشا؟ العربية واقفة. ايه ده؟ لسه سهران يا عم يوسف؟ انت كمان لسه سهران. ماشي يا ليمت. يعني انت رجعت تسهر تاني زي الاول هو يا بابي؟ انت ايه خلاص طلعت الجنة ولا ايه؟ بابا عاوز ايه؟ فين نهايتك قربت خلاص يا برنس، ومكانك محجوز بيناديك. في النار؟ ليه؟ هو انا عملت حاجة؟ ده انا كنت مجرد سبب. بذمتك مصدق نفسك يا ولد؟ ولا عشان كلام ام محسن جه على مزاجك؟ ليه؟ هو كلامها مش صح ولا ايه؟ لا صح، بس كمان الحكايه مش سايبه. هتتحاسب، ويمكن كمان تتحاسب الطاقين. ليه يعني؟ لانك عرفت الغلط اللي انت عملته، وكان في ايدك تعمل خير وما عملتوش. لا والمصيبه انك رجعت تاني زي الاول واكتر. شيل بقى، ما تلومش حد تاني يا عزو. فريدة 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 ايوه يا ماجدة، الغي كل الكلام اللي قلتهولك. انت هتاخدي على كلامي؟ كل اللي اتفقنا عليه يتنفذ والفلوس تطلع بسرعه يا ماجدة. الله لا يسيئك، ابويا كان هيولع فيا. انا رايح فين؟ رايح عند فريده اصالحها، وبعد كده هطلع على كامل الدسوقي اشوف عايز ايه ده كمان. ماشي؟ اوام يا ماجدة، السلام عليكم. يا فريدة يا حبيبتي، أنا مفيش بيني وبين رانيا دي أي حاجة. دي واحدة كان المفروض أخطبها وسبتها عشان خاطرك. سبتها عشان خاطري ولا عشان فلوس بابا ومركزه في الوزارة؟ يعني إيه؟ اوعى تكون فاكر ان انا مش فاهمه كل حاجه. انت كنت عايز حد يساعدك علشان تكبر، ولما عرفت ان بابا الله يرحمه مستشار الوزير قررت ان انت تتجوزني عشان مصلحتك. ولما كبرت وبقى معاك فلوس قلت بقى ترجع للحب القديم. حب قديم إيه بس؟ دي واحدة كنت هديها قرشين عشان تسامحني على اللي عملته فيها. تسامحك على ايه من اصله؟ ما انت خلاص سبتها واللي حصل حصل. ما أنت عارفة الظروف يا فريدة، أنا عاوز كل الناس تسامحني قبل أول الشهر. انا اصلا حكايه اول الشهر دي مش داخله دماغي. خلاص
كلها اسبوع هتعرفي اذا كنت بتكلم جد ولا بستهبل. بس انا في حاجه مهمه عايزك تعرفيها. انا بحبك يا فريده، ولسه بحبك، وهفضل مخلص ليكي لحد اخر الشهر. يا سلام، وبعد اخر الشهر مش هبقى موجود، وساعتها بقى بيفتكريني بالخير وادعي لي ان ربنا يرحمني. ربنا يرحمنا كلنا. واضح ان انت عايزاني اتعذب بسبب الدنيا واخره. ماشي، براحتك يا فريده، بس حاولي ترجعي البيت عشان خاطر ابنك، عشان ما يقولش ان ابوه كان مزعل امه في اخر ايام. في ايه يا فريد؟ مش عارفه في ايه يا ماما. بس يا بنتي احنا مش كده ولا ربيناكي على كده. الست لازم تقف جنب جوزها مهما حصل، ولما يبقى يعدي ازمته تبقى تحاسبه زي ما هي عايزه. انا عايزه اتجوزها. كان المهم هو ايه دلوقتي؟ ده اللي يهمنا، وكفايه انه جالك لحد عندك عشان يصالحك. فكري كويس يا فريده، وبلاش الشيطان يلعب بيكي. عندك واحدة شمبريرة لأجدع ناس. بس يا بنت ست حيلك امال. يلا يا بنات يلا اشتغلوا. والله والله حموره حبيبي يا حموره. اهو ابن خالتك اهو فخم. يا نهار اسود، تامر ورقاصة وبدلة لميع، بدلة لميع يا كامل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود. قرب بطنك قطة وليس. لا 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 استحيل يا سوري استحيل. بطل يا بنت. اعملوا ايه يا اولاد؟ اعملوا ايه يا اولاد؟ عيب كده. ده انت كده الفلوس اللي انا اديتها لك بتعمل بيها كل حاجة حرام. يعني كل حاجة انت بتعملها انا باخد عليها ذنب زيك بالظبط. انت عايز مني ايه يا عزيز؟ انا مش عايز افوق يا صديقي السوق. انا فوت. وانت يا ابو نسب يا عم تامر، ايه اللي لمك على الباروكة دي؟ مش انت يا عزيز اللي قلت لي خدني مثل اعلى؟ في البيت مثال للشرف والاستقامه، وبره البيت مليطه. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه. هو انا مغناطيس ذنوب يا ربي؟ كل ما اعدلها تتقندل. طب مع نفسك بقى اخ مغناطيس، هروح انا اطمع ضيوفي. لا بقول لك ايه، ما انت هتتعدل يعني هتتعدل، انا مش ناقص. نزل ايدك انا سكران. ابوس ايدك، كلها 5 ايام واموت، وبعدها يا سيدي بقى اعمل اللي انت عايزه، ان شاء الله حتى الشم كله. ليه الا اذا زودت التعويض شويتين. فلوس تاني؟ ليه هتموت بدالي؟ يا عزيز يا اخويا، هو انت هتاخد حاجه معاك؟ واديك شايف المصاريف دي كلها. ماشي يا كامل، ماشي، وتبطل. لا عرضك مرفوض. انا ما اقدرش اقعد اسبوع من غير الدلع اللي انا فيه ده. بقول لك ايه يا عزيز، تدفع كام وابطل انا الاسبوع ده كله؟ 5 مليون مناسب؟ والله العظيم اصب لك كاس. خد اشرب يا اولاد، اشرب يا اولاد يا اولاد سوريا.
احنا بس كنا عاوزين نشكره على اللي عمله مع كل عمال المصنع. امبارح كان اللي بينا عداوه، النهارده عايزين نفديه بعينينا. معلش يا عم امام، هو مش هيقدر يقابل حد اليومين دول. طب والناس اللي في المصنع اقول لهم ايه؟ عم امام، مستر عزيز تعبان قوي ويمكن يموت في الايام الجايه دي. يا ساتر يا رب. يموت ايه؟ ربنا يديله الصحه وطول العمر. قولي لي يا بنتي بس ايه الحكايه؟ دي حكايه طويله قوي يا عم امام. طب ما تحكيها لي يا بنتي، يمكن في ايدينا حاجه نقدر نعملها. صباح الخير. ايه اللي جابك؟ ما كنت خليتك عند كامل الدسوقي. انت قلت لها يا عزيز برضو؟ طبعا عشان تلحقك من اللي انت فيه. على العموم انا ندمان على كل اللي انا عملته. انا مش هروح للراجل ده تاني ابدا. ما تقلقش، هي هتسامحك، بس اهم حاجه تاخدوا بالكم من يوسف. علموه يعمل حساباته كويس قوي عشان ما يزنقش الزنقه اللي انا فيها دي. ما تقولش كده، انت اللي هتعلمه كل حاجه يا عزيز. بابي مش عايزك تموت، مش عايزة اشوفك في الاحلام بس. فريده، انا كنت متاكد انك هتيجي. تعمل في نفسك كده ليه يا عزيز؟ خلاص بقى مش مهم. المهم اللي انا عملته للناس لازم يفضل يتعمل حتى بعد ما اموت. تخافش يا عزيز، كل حاجه هتفضل زي ما هي. ما اتجوزتش عليك. بس كنت بتخوني. عموما انا ما يهمنيش جوزي كان عامل ازاي، انا يهمني الجاي هيبقى ايه. جاي ايه بقى؟ خلاص. مستر عزيز، في واحد بره عاوز يقابل حضرتك. مين؟ هو حضرتك ما تعرفوش بس هو مصر يقابلك. هو ده وقته يا ماجدة، خليه يجي بكره. خليه يجي دلوقتي، يمكن يجي بكره ما يلاقينيش. اتفضل يا عم امام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم امام؟ ما اعرفوش ازاي. الله يخليك يا عزيز بيه، انا جاي اشكرك واقول لك كتر خيرك. الله يبارك لك يا عم امام. عزيز بيه، انت عارف انك هتموت. عارف يا عم امام. طب وايه يعني؟ ما كلنا عارفين ان احنا هنموت، بس الفرق ان انت كنت عارف انك هتموت بعد 30 يوم. احنا بقى مش عارفين اي حاجه. يا بختك، شوف انت من 30 يوم كان في كام واحد بيدعوا عليك وعايزينك تموت، وشوف النهارده بقى في كام واحد بيدعي لك وعايزينك تعيش. احمد ربنا ان ده حصل لك. يعني انت لو عارف انك هتموت بكره كنت هتبقى مبسوط؟ طب بقول لك ايه، انا عايزك تقوم كده تبص على حاجه هتتبسط. يلا يلا. عزيز بيه اهو يا عيال، كله بيقف. عزيز بيه اهو، ربنا يديك طول العمر. يا رب يا رب يا رب يا رب. ياخد بيدك ربنا يا رب ويبقى كويس. يا رب يا رب. ادعوا معايا يا ولاد. يا رب يا رب يا رب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. انت جاي لي مخصوص يا عم الشيخ. هو في أعز منك؟ ربنا يعزك يا مولانا. اللي قول لي صحيح، عايزك تفكرني، هي السلالم اللي كان واقف عليها الوالد في الحلم كانوا كام درجة؟ كانوا 30 يا سيدنا الشيخ. عشان كده انت قلت ان فاضل لك 30 يوم. بالظبط كده. بس فبراير 28 كانش من يومين يا عم الشيخ. وتفتكر دي حاجة ممكن تعدي على السيد الوالد؟ قصدك ايه؟ انت ليه فكرت ان ال30 سلمة 30 يوم؟ ليه ما يكونوش 30 سنة؟
والنبي. اسمع كلام طنطك مادة وبرضه ما تسمعش كلام باباك تاني. الله. بقول لك ايه انا دخت، تعالى عايزك. خد امسك البتاع ده. كملوا. اوعى تدوس على حد. بقول لك ايه بعد الحفله عايزين نشد بهداوه كده عشان ورانا شغل. شغل ايه؟ مشروع تسمين الاناث بارت 2، انما ايه فله وحياه ابوك ورحمه ابويا. واولجا موجوده وسونيا موجوده. اتمسكت. احسن، ما كانتش بتراعي ضميرها في شغلها. بس اوعى تجيب سيره لحد. عيب عليك. امانه. عيب عليك. ساميه. يا رمه. ساميه الحقيني يا ساميه. ايه؟ عزيز عاوز ياخدني معاه حفله يوم اسبوع ابني. مشروع تسمين الاناث؟ ايوه مشروع تأمين الاناث. اصل هو ايه ده؟ مش عرفني. ده كان اختبار يا معلم. وانا كنت مراهنه انك مش هتوافق. شفت بقى يا عزيز، تامر عمره ما هيرجع للي كان فيه. عقبالك. لا انا حبيبي عمره ما هيرجع زي الاول. بركه في حمايه ربنا يخليه. ما بلاش السيره دي. بقول لك ايه، تعالي سلام على محسن عوض. مين ده؟ مستر عزيز انا بعت جبت استاذ محسن اهو زي ما حضرتك طلبت. ازيك يا محسن؟ الحمد لله ربنا يكرمك. عارفه يا مدام فريده، استاذ محسن ده كان عنده عقده من البزازات، كان بس يسمع اسمها كده اعصابه تبوظ ويكسر الدنيا. من البزازات؟ لا بس بعد لما سفرناه بره وتعالج ما شاء الله دلوقتي لو قلت له بزازات، لو لحنتها له مش هيحصل حاجه. تيجي نشوف بقى. بزازات ولا حاجه. مش اي حاجه اهو. طب بزازات عادي. طب بزازات عادي جدا. بزازات عادي جدا. تصبح على خير يا روحي. انت من عيني يا حبيبي. عزيز بابا. ايه يا عزيز؟ معقولة تتأخر كل ده؟ انت تاني يا بابا. ما يصحش تخليني استناك المدة دي كلها. عايز مني ايه؟ انت عارف. عزيز ايه ده؟ مين دي؟ دي امك يا ولد. عزيز. عزيزة ماما. انت كمان تعلمتها حبيب ماما. حبيب ماما. جرى ايه يا راجل؟ انت هتقعد كل شويه تخض لي في الواد وتعمل فيه المقالب المضروبه بتاعتك دي يا مضروب. ما انت عارف ابوك كل ما يلاقي نفسه فاضي يقول لما اروح اخد الواد شويه. اخ منك اخ. ليه قلتي له؟ اديكي بوظتيها، مش هيتخض تاني. انت بتتفرج عليا يا بابا؟ سيبك منه. ربنا يخليكي ليا يا ماما. عشان تعرف انا بحبك قد ايه يا واد يا عزيز. وانا كمان. عارف جايبه لك معايا ايه يا بيضه؟ ايه ده؟ البطه اللي بتحبها. الله. وعارف جايبه لك معايا ايه كمان؟ الكورونا يا حبيب ماما اللي انت بتحبها. الله شوكولاتة. طب ومعاكي ايه تاني؟ مش مكمره حاجه ورا ودانك؟ تعالى معايا يا حبيبي وانا اوريك. تعال. ها ايه رايك؟ كفوله. ايوه علشان لما نخرج نبقى براحتنا. واحنا هنخرج؟ ايوه. هنروح فين؟ هنطلع على السلم ده ونتفسح ونروح باي. سلم. اسمع كلام امك. اسمع كلام ابوك. استنى يا عم انت وهي جو الاسبوع اللي انتوا عايشين فيه ده اجيب لكم هون. عايزك في حاجه مهمه. الولايه ام ميمي بتسال عليك ومستنيه اليوم اللي تيجي تصلح فيه غلطتك. ام ميمي هي لسه فاكراني؟ هو انت تتنسي يا حاج؟ ودي تطلع من ام ميمي دي ان شاء الله. كان عايز يتجوزها. الولد ده كذاب. يجوز مين؟ ام ميمي طيبه. يا نهارك اسود ومنيل يا راجل. لا يا عزيزه، لا مش كده بالظبط. امال ايه بالرب؟ اسمعيني بس. طيب عزيزه سمعت الراب يا حبيبي. امين يا عزيزه. فهمت القل وتعب السر يا ضنايا. يا وليه هخفيك يا وليه. تخفي مين يا مخفي يا ابن المخفي؟ عايز قله ادب.